السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. ازيكم يا حلوين؟ انا عملت لكم فيديو من شويه كده وعايزه بقى اكمل ان شاء الله، لان بقالي كام يوم ما عملت زي ما قلت لكم فيديوهات، فكنت تعبانه يعني. قولوا الف سلامه. ولو سمحتوا في الاول كده بسم الله ما شاء الله، الاول شرط اخر النور، تمام؟ هتعملوا لايك اول حاجه عشان ما تنسيش، اول حاجه هتعملوا لايك. اول مره اطلب منكم الطلب ده، لان فعلا انا تعبانه تعبانه بجد تعبانه. دي اول حاجه. تاني حاجه انا هفيدكم ان شاء الله ان شاء الله. فانتوا يا جماعه بجد يعني يعني زي ما بتشوفوا فيديوهات، بليز بليز، يعني اللي بتبقى المشاهدات اقل بكتير من اللايكات والتعليقات، يعني خلينا نحب بعض عشان ما نخش في مشاكل مع بعض. بصوا يا جماعه، النهارده عامله لكم فيديو حلو قوي قوي، ان شاء الله يعجبكم. بصوا بصوا، شايفين؟ يا رب تكونوا شايفين عشان انا خايفه ايه حاجه تقع. بصوا النهارده يا جماعه هنتكلم عن مفضلات البشره. شفتوا كلمة مفضلات للبشرة؟ لا، هو أهم مفضلات للبشرة. يعني إيه أهم مفضلات للبشرة؟ وطبعا هي الجملة أصلا عجيبة وعبيطة، بس هو إيه، أنا مش عايزة أقول لكم مفضلات مثلا 17 مفضل، لا مش عايزة، لا أنا عايزة مثلا 3 4 حاجات. إيه عشان نبقى إيه، إحنا عارفين إن إحنا وقتنا قليل وما عندناش وقت ولا عندنا طاقة ولا عندنا أي حاجة. عايزين نشوف نفسنا حلوين بأقل مجهود وأقل إمكانيات وبأقل إيه، ماديات. ماشي، يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة، لو انا هتكلم دلوقتي ان انا دلوقتي هقوم من معاكم حالا، هروح اغسل وشي واحط المرطب بتاعي واظبط نفسي وايه، عشان انام ايه وشي كويس، معلوش بقى اللخبطه دي كلها. اول حاجه اعملها معاكم ايه يا جماعه؟ اول حاجه هشيلها طبعا، حتى على فكره الروج تقيل جدا ومكياج تقيل جدا، ومش عارفه الكاميرا بتاعتي اعوذ بالله. فالمهم لحد يفتكر ان انا بحط حاجات رقيقه، لا انا مش رقيقه خالص. بص، انا بقى ايه هشيل، بعد ما همشي من معاكم هعمل ايه، هروح نسيت اجيب القطن برضه. اهو بصوا يا جماعه، اللي هو الباد كوتون ده. دي يا جماعه اول حاجه بعملها، هاخد مثلا قطنه زي دي، واقوم جايه حاطه ميسلر، واقوم جايه شايله ده كله بالروج. طبعا هحتاج قطنتين ثلاثه عشان الروج العجيب ده. خلاص. طيب، احسن ماء ميسلر ايه يا صفا بتستعمليها؟ ليفز وستارفل. جماعه قسما بالله انا بجد يعني، انتوا عارفين عاملين القناه، عارفه انا عامله القناه ليه؟ انا عامله القناه عشان في منتجات بتظلم قوي، وحاجات بيتداس عليها، وحاجات من كتر الترندات الوحشه عليها فعلا ما بتاخدش حقها. يعني مثلا ستارفل دي قالوا عليها بتحرق العين وبتحرق القفا وبتحرق المناخير وما بتشيلش حلو وما بتشيلش مش عارفه ايه. والله العظيم يا جماعه انا ركنتها من الكلام، برضو من كلام البنات والبلوجرز وكده، ركنتها والله العظيم. قمت انا جايه حطاها ايه جنب السرير، على الكومود بتاع اللي جنب السرير. قلت ايه اخليها ايه، اما اكون مثلا مكسله اعمل اي حاجه في وشي، اقوم جايه حاطه بقطنه كده واشيل وخلاص ايه. لكن لما اكون بقى محترمه السكين كير بتاعي واقفه قدام المرايه، استعمل ليفز. انا المرايه بتاعتي قدام السرير على طول، ببص على وشي لقيته منور، في لمعه نضاره جميله جدا جدا ونضيف جدا جدا. كنت مستعمله ايه، كنت مستعمله ستارفيل اللي الكل عليها وحشه وحشه وحشه، ما تستعملهاش، مش حلوه زي ليفز. يا جماعه الفرق ما بين ليفز وميسلر ستارفل، ليفز عامله دعايه نفسها فظيعه. يعني ليفز مكسره الدنيا بالدعايه. في يا جماعه منتج او شركه مثلا ذكيه بتعمل دعايه محترمه جدا جدا، بتصرف، هتصرف هياخد، هو بيعمل كده. ستارفل يعني ايه، اللي هو عادي يعني منتج طبي وكده، ما عملوش دعايه جامده عليه. والبنات بقى يعني مسكوها تك تك تك، ده ستارفل وحشه، ستارفل ما بتشيلش ده ليفز ما فيش زيها. هل ليفز مش عاجباك يا صفا؟ لا عجباني، عجباني وحلو، وانا جايبه منها عبوتين، عبوه للبشره الجافه، لان انتوا عارفين ان بشرتي بتقلب جافه مختلطه في الشتاء ودهنيه جدا في الصيف. فانا جايبه الدهنيه ما فتحتهاش عشان ايه، ما احكمش عليها ايه بالكذب، لا ان شاء الله في الصيف هقول لكم عليها. دي بتاعه البشره الجافه، هل مش حلوه يا صفا؟ لا حلوه جدا وممتازه وكل حاجه. هي وستارفل الاثنين 10 على 10. مش هقول على واحده 9، مش هقول على دي 9، لا حرام حرام، ليه يعني ليه؟ ليفز حلوه اهو. كنت انا جايبه على فكره كنت جايباهم في العروض ب، كانت الواحده ب 140 وشحن تقريبا 40، فاهمين؟ فجبت اتنين، لان حاسه من كتر الكلام انت بتشيل الحاجه من اول مره بتتشال ومش عارفه من اول مره ايه. طبعا هي بالمياه الحراريه وفيها الوفيرا جل، وفيها مواد مرطبه، وبالسيرمال ووتر اللي هي المياه الحراريه. المياه الحراريه دي كنت انا جبتها قبل كده، كانت بحوالي 1000 جنيه. ممكن تخش دلوقتي في 1200 1000 ونص، الله اعلم يعني. ف... فبتهدي البشره، بتهدي، ما بتعملي القطنه كده كتير ما بتحسيش ان وشك التهب زي حاجات تانية. ودي برضو كده حلوة، والله يا جماعة حلوين يعني الاتنين في نفس المستوى. طيب بعد ما شلت عايزة اقول لكم بس ايه، في حاجة اسمها الميسل الووتر والتونر.
التونر اهو. طب ايه يا صفا الفرق ما بين الميسلر والتونر؟ الميسلر انا بالنسبه لي لازم اغسلها، لازم اغسلها. وهي اصلا بيقولوا اغسليها بعد ما تحطيها على بشرتك. التونر لا، التونر مش بيتغسل. طيب الميسلر بتعمل ايه؟ بتشيل بس، بيبقى فيها مواد كتير يا جماعه، مواد بتفتت الدهون وطبعا في ناس بيحطوا فاونديشن واللي هو اسمه ايه اللي هو تحت العين ده، كونسيلر والكلام ده كله. فمحتاجين حاجه جامده جدا تفتت المكياج وتفتت الكلام ده كله. انا مش ببقى محتاجه كده، انا بحط بس ايه، بلاشر مثلا وروج وكحل وخلاص. فانا ايه، مش بابقى محتاجه الحاجات اللي هم يعني، او العنايه الكامله او العنايه الفائقه قوي زي الناس اللي بيحطوا مكياج كتير. فبعمل بدي وبغسلها برضو، يعني بغسلها برضو بغسول تمام. انما التونر لا، التونر مش بغسله، هو اصلا بيقول لك ما تغسلهوش. تاني حاجه هو بيظبط البي اتش بتاع البشره، بيوازن الحاجات بتاعت البشره او الزيوت بتاعت البشره، بيخلي افراز الدهون احسن بطريقه يعني افضل. البشره بتتحكم اكتر في افراز الدهون اللي هي بتفرزها. بيقفل، بحس انه بيقفل المسامات شويه. وبيدوا لمعه للبشره. انا بحس ان هما الاثنين بيدوا لمعه للبشره. ومثلا برضو اللي هي ستارفل، مش بس انا ماسكه الاثنين دول مش عشان ستارفل وحشه، لا، بس عشان ايدي مش مكفيه. طيب انا كده خلاص عملت المثلر وغسلتها بغسول هقول لك عليه دلوقتي. وبقوم عامله بقى بالتونر، لانه ايه التونر يا جماعه هو اصلا بيقول لك هو بيظبط لك البشره او بيحضر البشره، واسمه كده بيحضر البشره عشان تحط عليها بقى كريم، جليسرين، مثلا اي سيرم، حاجات من دي تمام. برضو لغيت يعني، بس غصب عني الحاجه بتبقى محتاجه شرح والله يا جماعه. طيب ايه الغسولات اللي بتستعملها يا صفا؟ انا قلت لكم عليها قبل كده طبعا، انا بلف قلت لكم بلف وبرجع لده تاني. وجبت معاه طبعا اللي هو من افريكانا، اللي هو ده. ده يا جماعه البشره الجافه. هم قالوا لي ساعتها بصراحه، هو اللي انت بشرتك، قلت لهم بشرتك دهنيه. قالوا لي لا مش هيناسبك، ايه اللاين بتاع الدهني، البشره الدهنيه لسه ايه ما عملناهوش. فقالت لي ايه مش هيناسبك. فانا قلت لها لا ايه، طب اتكلي على الله وهاتيها بنفس اللفظ كده، لان انا عارفه ان بشرتي في الشتاء بتقلب جاف. جبته حلو جدا جدا. هو ملمسه بس اللي مش عاجبني قوي، وريحته مش عجباني، مستفزين قوي شويه يعني، يعني مستفزين يعني. بصوا ملمسهم غريب كده يا جماعه. عارفين هضحكوا يعني على حاجه. بصوا عارفين اللي هو اسمه، يا رب اسمه ايه بقى؟ والله بقى عندي ذاكرة سمكة. اللي هو بيلزق الحاجات، لو انت مثلا بتعملي استراس او حاجة بتلزقيها في حاجة، اسمه ايه يا رب؟ حاول افتكره. ده الملمس بتاعه. آه فملمسه مش عاجبني قوي، ريحته مش عجباني قوي. هحاول افتكر بجد، عمالة افتكر يا خرابي. تاني حاجة ده بصراحة باستعمله يوم وده يوم، ده يوم وده يوم، ده يوم وده يوم. ليه؟ لأن دوت بينضف البشرة جدا جدا. ده مش بينضف قوي قوي زي ده بيخلي البشرة بتلمع، ده بيوحد لي لون البشرة. ده حتة منه صغيرة جدا بتخلي الرغوة كتيرة. وشي بينور. بصراحة ما اقدرش استغنى عنه، مش هستغنى عنه تاني مهما الناس قالوا لا في حاجات تانية نزلت وحاجات كده. لا مش هجيب يعني، هفضل مع ده. انا بصراحة شايفة منه نتيجة ممتازة. ده حلو وكل حاجة، مش بينشف لي بشرتي، وده اللي انا عايزاه في الشتاء. مش عايزة بشرتي تنشف. لو استعملت الجرنيه ده بشرتها تنشف جدا جدا. فده مش بينشف البشره، بينضفها لي بنسبه 80 85%. فبالتالي تاني يوم على طول بقوم جايه مستعمله ده. خلاص. من ضمن الحاجات انت بتقولي ايه، او يعني بلوجرز بيقولوا مثلا، او انتوا بلاش بقى الحاجات دي اصل ده رخيص، ده ب 90 جنيه، لا هنجيب حاجات اغلى. كنت جايبه لكم ده مره، ده انا استعملته يا جماعه والله العظيم، والله العظيم ما بيعمل اي حاجه. اللي هو توبي جنت، ده كان ب 249 242 200، داخل في 250. هل ده حلو يا جماعه؟ والله العظيم ما عمل لي اي حاجه خالص، ولا بينضف قوي. والفرشه دي مش بستعملها، لانها لو انت استعملتها كل يوم بشرتك هتلتهب ومساماتك هتوسع ودهونك ووشك هيطلع دهون والدنيا تبقى قذره معاكي. هل شوفوا مش قادره اخلصه، مش حلو خالص، ملوش اي لازمه. فملناش دعوه بيه خالص. طيب انا عملت كده في الشتاء، ماشيه بالاثنين دول. طب في الصيف هتعملي ايه يا صفا؟ هلغي ده. انا بقول لكم دلوقتي هلغي ده تماما، لانه مش هيعمل اي حاجه في الصيف معايا. هستعمل ده بس. وليه اخ اللي هو ايه، اخو اللي هو له بامب كده. بستعمله برده، بيبقى حلو جدا جدا في الصيف. هما دول بس اللي هستعمله. طيب ايه تاني يا صفا من مفضلاتك؟ بصراحه ميه الورد. ميه الورد بتعملي بيها ايه؟ بعمل بيها اي حاجه في اي حاجه، كل حاجه يعني. بصوا يا جماعه، هي مهمه جدا جدا بالنسبه لي. بحطها، بعمل بيها هيلورونيك اسيد الغلابه ماشي. ممكن ارشها على بشرتي بس كده واحط كريم. بس مش شرط احط هيلورونيك مثلا. ممكن احطها في خلطات، في سكراب، في اي حاجه. يعني هي بالنسبه لي ما دام ميه الورد موجوده يعني انا كده مطمنه. كانت بكام دي؟ اي براند يا جماعه. دي اسمها تانا، مش عارفه ايه تانا دي. تانا كانت ب 15 جنيه. اي براند يا جماعه حلوه بصراحه يعني. وطبعا اللي بيقع مالناش دعوه بيه. طيب
بعد بقى خلاص انا غسلت وشي بالغسول بقى وخلاص خلصت حاجه، كل حاجه بحط تونر، احط تونر تاني لو انا عايزه احط تونر برضو، واقوم جايه حاطه اللي هو كريم موندو اللي قلت لكم عليه، جميل جدا جدا. حلو يا جماعه جدا جدا، يعني بصراحه مرطب حلو. يا اما بحط المرطب التاني برضو اللي انا معتمداه دلوقتي جدا جدا، وانا دلوقتي يا جماعه ماشيه في خطه ان انا برجع للقديم، انا عايزه ارجع للقديم وحاجات بتاعت امهاتنا، ومش حاجات امهاتنا، الحاجات اللي كنا احنا بنستعملها اول ما بدانا السكين كير والكلام ده، اللي هو كريم جلايسوليد الاحمر، وكريم نيفيا، وكريم دوف، وكريم ايفا، والحاجات دي كلها، والجليسرين. ده كان بالنسبه لي والله العظيم يا جماعه كان هو الوحيد اللي على تسريح. كانت بشرتي حلوه جدا وايدي حلوه جدا جدا. احط منه نقطه على بشرتي ونقطه على ايدي، واستنى كده ساعه قبل ما انام، واقوم الاقي بشرتي دي قسما بالله روعه روعه. ولو فيها جلد ميت او حاجه، لو عملت كده تلاقي جلد الميت بيطلع معاك. طيب من ايه تاني بتستعملي؟ خلاصه بقى يعني اخر حاجه يعني اللي هي الشفرات. بستعمل شفرات فلامينجو. دي كانت فلامينجو، او هي، بصوا هي دي اهي العلامه بتاعتها، مش عارفه حاطين بطه ولا وزه، مش يعني هم عايزين يعايرونا بايه مش فاهمه يعني. ان شاء الله نعمل ريجيم ونبقى حلوين. فبستعملهم يا جماعه حلوين جدا جدا معايا. طبعا بتبرد او بترميها مثلا بعد، يعني في ناس يقول لك لا استعمليها مره وارميها، لا طبعا ده هبل برضو. انا بستعملها ممكن 5 مرات وارميها، بتقعد يعني. دول يا جماعه كانوا اهم حاجه عندي، انا بحبهم جدا ومعتمداهم ومش هغيرهم خالص الفتره دي، ويمكن يقضوا معايا الصيف كمان. آم، خدوا اللي يعجبكم، خدوا اللي يناسبكم. الاسعار مش غاليه قوي. الغسول ده كنت جايباه ب 123، كانت في العروض. وقلت لكم المثل بكام، ومثل الريستارفر كانت بحاجه و40 جنيه، وموندو ب75، وميه الورد ب15، والجليسرين ب20 جنيه. فيعني دي مفضلاتي واحسن حاجه انا بستعملها، واكتر حاجه عجباني يا جماعه جدا جدا. خدوا من عبد الله واتكلوا على الله، لان بجد بجد انا جايه لكم من خلاصه حقل التجارب ده. يعني انا الحمد لله بشرتي الحمد لله نوعا ما كويسه، يمكن حد يشوفها مش حلوه، يعني مفيش حد بيشكر في نفسه، بس انا حاسه ان انا بشرتي متظبطه بقى لها فتره على الحاجات اللي انا بستعملها دي. وابتديت يا جماعه اقلل المنتجات، قللوا المنتجات على قد ما تقدروا بجد، ولا مش بكترها صدقوني، مش بكترها ولا بغلوها. الحاجات الغاليه زي ما انتم شايفينها برميها، بجد برميها. بس يا رب تكونوا استفدتوا، اعملوا لايك لو وصلتوا للجزء ده يا جماعه من الفيديو. والله العظيم الفيديو ده يمكن رابع مره بصوره، اللي يا اما الموبايل يا اما بيصورش، يا اما يتمسح، ما عنديش مساحه الكلام ده كله. فاعملوا لايك لو وصلتوا للمرحله دي، بليز لايك وكومنت حلو كده و بس. واهم حاجه من ده كله، اهم حاجه يعني الاستفاده، والله يعني انا غرضي ان انتوا تستفيدوا بس. ويا جماعه لما تلاقوا ناس كتير بيقولوا على منتج وحش وحش وحش، روحوا جربوه بقى، بالعكس بقى انتوا بقى بالعكس تمشوا بالعكس وتروحوا تجربوه. لان في ناس كتير قوي ظلموا ستارفل دي، وانا من ضمنكم، من كتر ما انا مشيت ورا الترندات وكلام البنات والكلام ده. آه بس يلا، زي ما قلت لكم لايك يا جماعه وكومنت حلو كده، مش هكرر بقى الكلام تاني، ويلا مع السلامه يا حلوين.